السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيديها الصغيرتين المحمرتين من شدة البرد القارس المرتجفتين تمسك بتلك الطنجرة المتأثرة من القصف، تقف في صف طويل في طرفه وهي تنتظر المجهول، فهل ينالها شيء من ذلك الطعام اليسير حتى تطعم به من تبقى من أفراد أسرتها؟ طفلة وطفل وأطفال كثر بمثل هذا المشهد والمنظر لن تغادرهم ذاكرتكم وذهنيتكم وأنتم متحلقون حول مائدة الإفطار الشهي في شهر رمضان المبارك. تلك الشوارع التي كانت تزدهر بالضحكات والبسمات والتحايا والتبريكات في استقبال شهر رمضان المبارك باتت أزقة ضيقة بين خيام لا تقي من حر ولا برد، سقوفها لا تكفي لتمنع المطر، وأرضها لا توقف الماء المتدفق إلى داخل الخيام، فلن تغادر صورة الأطفال المتعانقين بردا والماء يجري من تحتهم وهم نيام مخيلتكم وأنتم توقظون أبناءكم لتناول وجبة السحور في شهر رمضان المبارك. هذه الذاكرة وهذه العاطفة وهذه المشاعر لا يقل أحد ليس وقتها هو هذا الوقت، فشهر رمضان شهر سعادة وفرح. نعم، هو شهر معد لتلمس الآلام، هو شهر جعله الله عز وجل خير الشهور وجعل فيه تذكرة لمن يتذكر، تذكيرا بجوع وعطش يوم القيامة. جعل فيه، وكما أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، جعل الله عز وجل في هذا الشهر مكانا واسعا ومهما جدا لتلمس آلام الفقراء والمساكين، لتلمس أوجاع الإخوان المؤمنين، لتلمس حاجات الجيران والأصدقاء والأقرباء. هذا الشهر المبارك هو شهر لكل ذلك، وليس فقط ذلك، هو شهر من الأشهر التي جاهد فيها الرسول صلى الله عليه وآله المشركين والكفار، فقد خرج إلى بدر والتي وقعت في 17 من شهر رمضان المبارك في السنة 2 من الهجرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ليواجه المشركين والكفار وليحمي الإسلام وأهله. وفي السنة 8 للهجرة في 20 من شهر رمضان المبارك خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فتح مكة وفتحها. ومن المستحبات في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك أن تقرأ سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي شهر رمضان والناس صيام حفر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه
الخندق حول المدينة استعدادا لحرب المشركين، والتي شارك فيها اليهود بما قدموه من خدمة لأحزاب المشركين المضادين للرسول صلى الله عليه وآله، حتى أن بعضهم كان يظهر عليه التعب، وربما أغمي على بعضهم من التعب وهم صيام وهم يحفرون الخندق استعدادا لتلك المواجهة. فهو شهر استعداد لمواجهة الشياطين. الشيطان الذي توعد المؤمنين بأن يغويهم أجمعين، شهر رمضان نعم الصد لذلك الشيطان، فالشياطين فيه مغلولة، إلا أن شياطين الإنس والذين هم أعظم فتكا وأشد خطرا من إبليس الرجيم لا يتوقفون، لا في شهر رمضان ولا في غيره. الشيطان الأكبر ومن يحوم حوله ويلوذ به لا يتوقفون من أنواع الحرب. وليست الحرب في فلسطين إلا نموذجا لحربهم على الإسلام وأهله، وإلا فإن لهم نماذج أخر مستمرة وتزداد وتشتد. حربهم على عقائد الناس وعلى أفكارهم وعلى ارتباطهم بالله عز وجل وأوليائه، على ارتباطهم بالقيم الأصيلة التي يريد الله عز وجل ورسوله أن يرتبطوا بها. حتى شهر رمضان المبارك وغيره من المناسبات الإسلامية وغيره من أيام الله عز وجل التي ينبغي للأمة أن تنشد فيها إلى الله عز وجل ونعمائه، وتحافظ فيها على أصالة انتمائها للإسلام المحمدي الناصع، حتى مثل هذه الأيام تنالها يد التشويه فيراد بها أن تنحرف عن أهدافها الأصلية. هكذا يريدون، ولكن الله عز وجل يريد منك ويريد منك أن تكونوا جميعا ممن يقف الموقف المشرف في كل الميادين، ومن ذلك ميادين المفاهيم والقيم الإسلامية التي يريد الله عز وجل أن تكون واضحة، أن تكون حياة المسلمين دائرة مدارها، أن يكون أسلوب حياتهم مبرمجا وفقها. فسنكون معا إن شاء الله تعالى في محطات في هذه الليالي إن شاء الله تعالى حول مجموعة من أهم المفاهيم التي يحاول الشيطان والاستكبار تغييرها لمصالحهم ولمنع المسلمين والناس عموما من بركات تلك المفاهيم الناصعة. سنستعرض إن شاء الله مجموعة من المفاهيم وفق الرؤية الإسلامية القرآنية المحمدية، وربما نناقش في بعض المواضع الأفكار وننبه على الأفكار الشيطانية التي تريد تخريب تلك المفاهيم في سلسلة إن شاء الله. كونوا بالقرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.